السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله هنقول لكم معلومة بسيطة بس معلومة مهمة جدا 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 للناس اللي بتروح تعمل تحليل جرثومة المعدة. زي ما احنا عارفين الناس اللي بتعمل تحليل جرثومة المعدة اللي بتاخد مجموعة البي بي اي زي البانتوبرازول زي الاسموبرازول زي الاوميبرازول، الناس ديت لازم توقف العلاج قبلها بأسبوعين. برضه نفس النظام الناس اللي بتاخد فونوبرازون المجموعة الجديدة اللي لسه نازلة ومنها أنواع كتير جدا في السوق، لازم برضه توقف العلاج قبليها بأسبوعين علشان مش يدينا حاجة اسمها فولس نيجاتيف تيست، لأن التيست كده ممكن يطلع سلبي ولكن يكون كاذب مش نتيجة صادقة. طب الناس اللي بتمشي تاخد H2 بلوكر، مجموعة ال H2 بلوكر زي الانتودين والرانتيدين والكلام ده كله ممكن الناس ما توقفهاش قبل التحليل، ما بتأثرش على نتيجة التحليل، بس ممكن نوقفها قبلها ب 24 ساعة فقط لا غير، ولأنها ممكن تدي برضه فولس نيجاتيف بس بنسبة بسيطة جدا، إنما مش لازم نوقفها قبلها بفترات طويلة. دي كانت معلومة مهمة جدا ومعلومة متميزة للناس اللي بتعمل التحاليل بتاعة الجرثومة سواء في البراز أو في النفس أو في الدم طبعا دوت للناس اللي بتعمل موضوع الأجسام المضادة لازم نكون فاهمين حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي احنا بنعمله أول مرة فقط بعد ما ناخد العلاج أو نيجي نكرر التحليل تاني بلاش نعمله تاني، بنتابع دايما بتحليل النفس أو تحليل البراز. ودي كانت معلومة مهمة واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الدكتور خليفة مختار خليفة، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات.